ايه تكلفة الفرصة البديلة لو انت اللي كنت مكان احمد صبري وجيت اليابان في اخر 2018؟ ايه اللي انت كسبته ان انت ما جيت؟ ان مصر سوق خصب، مصر فيري بوتنشال كانتري، مصر بلد يتعمل فيها مشاريع لا نهائية لسه، والدليل ان الصين جاية وبتستثمر في مصر ودول تانية كتير. بلاد اوروبا والبلاد المتقدمة ومنها اليابان، البلاد دي ساتوريتد، مشبعة. امال هي تقدمت ازاي وحققت التقدم؟ ما عملت كل حاجة. لما انت تيجي في سن صغير 25 سنة ولما تيجي تعيش في البلاد دي، بلاد مشبعة، تم استنزاف الفرص والافكار والتطور والنجاح، انت فين الفرصة اللي هتعملها؟ فين فكرة البيزنس اللي هتعملها؟ فانت كسبت انك انت ما جيتش اليابان من 7 سنين، ان انت في بلد ال7 سنين دول انت فتحت مشروع، او لو كنت فتحت مشروع، او لو النهارده فتحت مشروع وركزت وبالتوفيق بغض النظر على كل النيجاتيفيتي، انت ستيل عندك الفرصه. والدليل ان بنشوف كتير النهارده على السوشيال ميديا ناس قدرت تحقق نجاح اخر 5 و7 و10 سنين في مصر، عندها مشاريع قويه جدا انتوا تعرفوا اسمها اكتر مني. فدي اول حاجه انت كسبتها، انك ما جيتش اليابان وهاجرت من مصر من 7 سنين. الحاجه التانيه، بص بقى، انا كنت في مصر من اسبوعين تقريبا، اتحركت بحري وقبلي اسبوعين، بسمع القرآن في كل حتة. في القطر الناس مشغلة قرآن، في محطة القطر المحل مشغل قرآن، الأذان، خطبة الجمعة، محلات، القرآن في ودانك. هو القرآن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، القرآن ده ربنا ذكرى، ذكرى ربنا بيذكرنا، احنا بننسى، بتعيش ان شاء الله فين انت بتنسى. فلما طول الوقت الذكرى في ودانك، مع كل ذكرى من دي ربنا بيسمعها لك في توقيت انت عشان مصلحتك وعشان فايدتك. فالتذكرة اللي موجودة في بلادنا، مش بس مصر وبلادنا العربية، أنا أرى إن أنت كسبت دي وخسرت اللي جه اليابان والذكرى دي راحت منه. أنا عايش في اليابان، هسمع فين حد أصلا بيتكلم عربي؟ هسمع القرآن فين؟ أقول لك على حاجة، عارف خطبة الجمعة؟ إحنا هنا بنشتغل من الاثنين للجمعة، الجمعة إحنا بنبقى في الشغل ساعة الصلاة، بس بعد فضل ربنا أنا من الناس اللي يعني الجمعة بشتغله من البيت وسامحين لي، بروح أصلي في الجامع قريب وبرجع عشان خاطر صلاة الجمعة فضلا. طب رحت أنا صلاة الجمعة، تخيل بقى، رحت صلاة الجمعة في الجامع، الخطبة ممكن تبقى بالإنجليزي ممكن تبقى بالياباني، طب الخطيب بيقولها بالعربي، كويس، وده احنا محظوظين في الجامع اللي أنا فيه. لكن في جوامع تانية لا، وبتبقى الناس دي كلها واخدة ساعة من الشغل راحة، المفروض الساعة دي تتنقل من الشغل للمسجد وتتغدى فيها وترجع، فبيبقى الخطبة 5 minutes 2 minutes، هم جملتين، إقام الصلاة. أوكي؟ وخطب شوية غير خطب مصر. أنا لما كنت في مصر سمعت خطبة كانت بتتكلم عن شكر نعم الله، والله العظيم الخطبة دي أولا طولها قد سنة خطب بالراجل اللي بيديها لنا هنا، والطريقة والتوبيك والإلقاء ده ما يجيش تلميذ عنده، كويس؟ فانت كسبت انك ما جيتش اليابان من 7 سنين، دي الميزه الثانيه اللي انت فيها، احمد ربنا. يبقى قلنا نراجع مع بعض، قلنا كسبت ان انت عندك فرصه ان انت عايش في بلد تعمل مشروع سبوبه تفتحها، ربنا يرزقك وهتنجح وهتبقى صاحب بيزنس كويس احسن من البلاد اللي هنا صعبه. رقم 2 ان انت بتتذكر باللغه العربيه وبالقران والوعظ الموجود في ثقافتنا طول الوقت.